السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير دايما وبأفضل حال. انا النهاردة جاية في فيديو تعاون مع دودي، يا رب اكون ضيفة خفيفة على قلبكم. قناتي بتقدم اكلات واكلات اقتصادية كمان، وكمان اما اعمل حلويات فيها بشكل مميز ومختلف، وكمان اما اعمل روتينات وتنظيفات واعمال يدوية. والنهاردة الفيديو كمان بتاعي مع دودي حلو، يا رب يعجبكم. لو حابين تعرفوا الطريقة بتاعته خشوا في قناتي وشوفوا الفيديو. وان عجبكم الفيديو متنسوش تشتركوا فيه، تفعلوا لي الجرس، وتقولوا لي كمان ان انتوا جايين من عند دودي. واشوفكم على خير، مع السلامة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فيديو جميل جدا جدا وبالتعاون مع قناه بيتي زي ما انتم شفتوا كده في اول الفيديو. النهارده هعمل معاكم وصفه بكوبايه بس من السميد، ان شاء الله تعجبكم قوي وهتكون وصفه ناجحه معاكم. ندخل دلوقتي بقى على المقادير بتاعتنا. انا هعاير بالمج الكبير، تقدري تستخدمي كوبايه الشاي العاديه مفيش اي مشكله. دلوقتي انا معايا كوبايه كبيره من اللبن وكوبايه كبيره من السميد، ده دقيق بسبوسه، واحتاج لها معلقه من الزبده او سمنه او زيت براحتك اللي تحبيه، ونص كوبايه من السكر. على البارد خالص كده هجيب الحله بتاعتي او كسرولة او اي حاجه اعمل فيها، وهحط فيها كوبايه اللبن وعليها كوبايه الزبده، سوري معلقه الزبده، ونص المج سكر. طبعا الكوبايه اللي بتعايري بيها هي اللي واحده في كل المقادير. ودلوقتي بقى هحط كوبايه السميد وهقلبهم كده على البارد لحد ما السكر يدوب، وهرفعهم على النار بتاعتي تكون بسيطه، ما تكونش عاليه ولا حاجه عشان ما تحرقش معايا. وابتدي بقى اللي انا اسوي السميد، وهدخل بقى كل المكونات كده في بعض. هبتدي بقى اللي انا اقلبهم كده لحد ما تتكون معايا عجينه. العجينه بتكون ما بتلزقش ولا الكلام ده، عجينه ناشفه عاديه جدا، لو مسكتيها في ايديكي تطلع عادي، تبقى سهله زي ما انتم شايفين كده. هي كده دلوقتي بقت جاهزه. هاخدها دلوقتي اطلع الهواء منها عشان تبرد معايا، يا دوب اقدر ان انا امسكها بايديا عادي جدا، مش لازم ان انا اسيبها كتير، ولو هتسيبيها لازم تغطيها عشان ما تنشفش منك. حاول بقى ان انا اخرج بس منها كده الهواء واقلبها تقليبتين. شفتوا هي عجينه جميله جدا. في الوقت ده هعمل الشربات بتاعي، كوبايه سكر وكوبايه من الميه بالتساوي، واول ما ياخد غلوه واحده بس هنزل عليهم حبه فانيليا وعصره ليمونه وهطفي. انا عايزاه خفيف وكمان عايزاه سخن عشان هو اللي هيسكرها لي. تمام. هبتدي بقى دلوقتي ان انا اخد العجينه بتاعتي بعد ما اعلق على الشربات واكورها كده، لازم ادعكها كده في ايديا زي ما انتم شايفين، وما تعملهاش في ايديكي قوي برده لان انا عاوزاها تشق شقه كده عشان تشرب الشربات. لو عملتيها عجنتيها في بعض قوي هتبقى متماسكه قوي والشربات مش هيدخل لها من جوه، فانا عاوزاها لما تتحمر تبقى شقه شقه كده. تمام. كوبايه السميد عامله لي الطبق الكبير ده حلو برده بكميه حلوه. دلوقتي بقى هجيب الزيت وهسخنه، لازم يبقى سخن الزيت، يبقى سخن. تمام. هاخد حته كده من العجينه واختبره، واول ما يسخن معايا هنزل الكرات بتاعتي واحمرها يا دوب تصفر بس، وهقلبها طبعا فيها لحد ما اخلص الكميه. وزي ما قلت لكم الشربات متعلق عليه، لازم الاتنين يكونوا سخنين. فانا هطلع من الطاسه على الشربات على طول، وكمان هحط عليه بعد ما اخلصه خالص زي ما انتم شايفين كده. ان شاء الله الوصفه دي تعجبكم جدا، ولو عجبتكم طبعا ما تنسوش اللايك بيرفع الفيديو. انا هحمر بقى كل الكميه بتاعتي زي ما قلت لكم منها على الشربات على طول، وبعد كده هوريها لكم برده شكلها النهائي عامل ازاي. المهم اللي انا ايدي فيها لانها ممكن تتلسع مني، لازم ايدي كده فيها واقعد اقلب فيها على طول. هخلص الدور ده وبعد كده هعمل الدور اللي بعده. زي ما انتم شايفين بدات ان هي تحمر اهو. انا عاوزه انها تكون مشقوقه كده عشان ده اللي هيخليها الشربات يدخل لها. لما عملتها وكانت متماسكه زياده عن اللزوم ما دخلهاش شربات من جوه وكانت ناشفه جدا، لان انتوا عارفين السميد لازم شربات سخن يتحط عليها على طول عشان تبقى طريه معايا، ما تبقاش ناشفه كده وتعرفي اللي انت تاكليها يعني. دي كده كانت وصفه النهارده، وده كان التعاون اللي بيني وبين قناه بيتي. اتمنى انها تعجبكم. لو عجبتكم ما تنسوش اللايك. زي ما قلت لكم في الاول هي وصفه سهله وبسيطه جدا، ومكوناتها طبعا موجوده في بيتك. يعني لو جبتي نص كيلو سميد وانتي عندك في الثلاجه تقدري تعملوا منه كذا مره. دي كانت بكوبايه واحده بس. اللبن ممكن تستغني عنه بميه مفيش اي مشكله. الزبده ممكن تستخدمي زيت او سمنه مكانها، اي حاجه عندك. وطبعا السكر والشربات ما فيهاش اي حاجه زياده عن كده. الوصفه اقتصاديه جدا وسريعه جدا ونتيجتها ممتازه جدا جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها وان شاء الله تعجبكم قوي، واشوفكم بخير ان شاء الله في فيديو جديد قريبا جدا. مع الف سلامه.